التنميل. يعني ايه التنميل؟ التنميل ده عبارة عن اضطراب في الإشارات العصبية. العصب الطبيعي يا جماعة بيوصل الإحساس واضح وسليم، بس لو انضغط عليه أو التهب أو حتى الدم اللي واصل ليه العصب ده قل عنه، إيه اللي هيحصل؟ هتطلع الإشارة العصبية دي مشوشة، هيحصل نغز، هيحصل إحساس بالدبابيس، هيحصل زي شرارة كهرباء كده، وممكن توصل لفقدان إحساس كامل. هنتكلم دلوقتي عن أهم 7 أسباب للتنميل. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هو ضغط على العصب نفسه أو النيرف كومبريشن. ضغط على العصب بالظبط زي ما قلت لكم، زي السلك. ادي سلك اهو بالظبط زي السلك. لو انا ضغط على السلك زي ما حصل بالظبط في موضوع القاعده بتاعه الديب فريزر كانت دايسه عليه. العصب لو انضغط عليه سواء كان مثلا في الرقبه، سواء كان في الكتف، سواء كان في الكوع، سواء كان في الرزغ مثلا ولا حاجه، ايه اللي هيحصل؟ الاشاره العصبيه هتتشوه، وبالتالي بيحصل التنميل في المكان اللي هو العصب ذات نفسه بيغذيه. تاني سبب من أسباب التنميل اللي هو نقص فيتامينات الأعصاب. مجموعة فيتامين بي بالذات B1 وB6 وB12. العصب يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى عامل له طبقة حماية اسمها المايلين شيث. دي بتعمل لو في عندي نقص في فيتامين B12، الطبقة دي أصلا بتحافظ على الإشارة واضحة وسريعة. طيب لو حصل نقص في فيتامين B12 تحصل حاجة خطيرة جدا، بيبوظ الطبقة دي زيها زي السلك بالظبط. شايفين السلك اللي هو البلاستيك ده اللي هو الطبقة البلاستيك اللي فوق دي. الطبقة البلاستيك اللي فوق دي جواها أصلا السلك اللي هو جواها العصب، ودي طبقة اسمها المايلين شيث. لو السلك ده انبرى نتيجة ضغط أو نتيجة نقص فيتامين B12 أو مجموعة B كلها، إيه اللي هيحصل؟ السلك ده هينكشف، السلك اللي جوه ده هينكشف. صحيح السلك موجود، بس هيحصل الإشارة ذات نفسها هتكون ضعيفة، هتكون مشوشة، هتبدأ زي مس كده أو زي شرارة. ده اللي بيدينا الإحساس بالتنميل وإحساس بالدبابيس ولسعة الكهرباء وفقدان وفقدان الإحساس، وخاصة بتكون في أكتر مناطق فيها بتكون في القدمين. ثالث سبب من أسباب التنميل اللي هو مرض البول السكري. من غير ما يحس، يعني ممكن المريض ما يكونش عارف إن عنده بول سكري بس حاسس بالتنميل، وبيكون التنميل عنده تدريجي، يعني ما بيحصلش مرة واحدة كده يبدأ كل يوم يحس بتنميل، يوم عن يوم كده يحس بالتنميل. ده بيعمل التهاب في الأعصاب اللي هو مرض البول السكري. عندي كمان لو في مشاكل في الرقبة أو الظهر، آخر السلسلة بتاعت العمود الفقري أو الديسك أو بداية خشونة، كل ده بيضغط على الأعصاب، على الجدر بتاع الأعصاب، فبينزل بقى بيطلع تنميل واصل للدراع أو واصل للرجل من الخلف. خامس حاجة ضعف الدورة الدموية. في ناس كتير يا جماعة وخاصة في الشتاء بتحس ان الاطراف بتاعتها باردة، القدمين بالذات يعني اطراف باردة، ويقعد يدفيها ويلبس شرابات وحاجات من هذا القبيل وبيحس ان هي باردة ومنملة. تنميل يعني الدم مش واصل ليها كويس للأعصاب. ممكن بقى اسباب كتير جدا، يعني الانيميا ليها دور، السكر بتاعه مثلا عنده مريض بالسكر بس مش مظبوط مثلا ولا حاجه برضه ليه دور، تدخين شراهه برضه ليه دور، الكوليسترول والدهون العاليه ليها دور. عندنا لو كان عنده ارتفاع في ضغط الدم، ما بيتحركش كتير، قاعد كده 24 ساعه كده قاعد وخلاص يعني، او بيقعد فتره طويله برضه ليها دور. ما بيشربش سوائل، احنا دايما في كل الفيديوهات بتاعتنا بنقول ميه يا جماعه في غايه الاهميه. لو في عنده كسور في الغده الدرقيه ليها دور كبير، لو في عنده ضغط في عضله القلب ليها دور، لو عنده ضيق او تصلب في الشرايين برضه ليها دور. يبقى كل ده بيعمل بيعمل ضعف في الدوره الدمويه اللي هي وصل العصب، فبيحصل التنميل، وده خامس سبب. عندنا السبب السادس من الاسباب التنميل اللي هو التوتر.
والقلق، واحد عنده قلق واحد عنده توتر بيحصل ايه؟ بيتنفس بسرعه، فالتنفس السريع ده بيقلل عنده ثاني اكسيد الكربون، بتبدا تظهر عنده ايه؟ لسعه، بيحصل عنده تنميل، وخاصه حوالين الفم في المناطق دي بتحصل ايه؟ رعشه كده او لسعه كده او تنميل، شكوى بتبقى كتيره جدا يعني، وفي نهايات الاطراف. طيب ايه الاسباب بقى اللي لازم تتحرك فورا ما تسيبش نفسك؟ عندنا تنميل بسيط وعندنا تنميل خطير ما ينفعش ان انا اسكت عليه. ايه التنميل البسيط؟ انا راجل قاعد غلط، دايس على رجلي، حاطط رجلي على رجل، قاعد فتره طويله، بعد شويه رجلي نملت، بعد شويه فكت وخلاص وعادي. ما بتحصلش معايا كل يوم، عمليه التنميل ده ما بيحصلش كل يوم، ده بعتبر ان هو تنميل بسيط. اما التنميل الخطير اللي انا لازم فورا ما اسكتش عليه، ده لو استمر معايا كانسان يعني او كشخص اكتر من اسبوع، بحس ان هو بيزيد معاه الم، التنميل ده معاه الم شديد، او جه لا قدر الله في نص الجسم، جه في نص الجسم كده التنميل، وكان مصاحبه مثلا لدوخه او صعوبه في الكلام، ده ما بسكتش عليه خالص، لان دي اشارات خطر خطر خطر. طيب يا ترى ايه اهم التحاليل اللي بعملها عشان اطمن على موضوع التنميل ده واسبابه؟ طبعا اهم حاجه تحليل فيتامين بي 12، بعمل سكر صايم وسكر تراكمي، بشوف وظائف الغده الدرقيه، بحلل برضه فيتامين دي 3، وممكن بعد كده ان انا اوصل ان انا اعمل رنين او اشعه على الرقبه او اسفل الظهر لو في التنميل ده او الالم نازل على على الاطراف. طيب ليه علاج بقى يا دكتور محمد التنميل ده؟ طبعا ان شاء الله يعني. اول حاجه طبعا علاج السبب الرئيسي، اشوف ضغط بعالجه، سكر بظبطه، قلق وتوتر والحاجات دي كلها بحاول اعيش نفسي الى حد كبير مثلا في جو كويس. عندي نقص فيتامين مثلا بي كومبلكس، لازم ان انا اعوضها. لو في فقرات مثلا عندي في ديسك في خشونه بتتعالج بقى، سواء كان عمليه او تمارين او علاج طبيعي، المهم ان هي تتعالج. فاكرين بقى في اول الفيديو ما قلت لكم سلك الانترنت اللي كانت رجل الديب فريزر او القاعده بتاعت الديب فريزر دايس عليه؟ السلك ما اشتكاش، قاعد ساكت مفيش مشكله خالص يعني، بس ايه اللي اشتكى منه؟ اشاره الانترنت هي اللي كانت مشوشه وبتتخنق. اول ما شلت الضغط عن السلك رجعت الاشاره. الاعصاب نفس الفكره، اعصابنا نفس الفكره، لو ضغط بسيط ومؤقت الحمد لله بتتصلح وترجع كل حاجه، انما لو ضغط لفتره طويله ممكن يحصل تلف في العصب، وساعتها الرجوع بيكون صعب شويه. عشان كده بقول لك لو كان عندك تنميل متكرر اوعى تتجاهل اول انذار. لو محتار بقى سيب لي التعليق وانا اساعدك في التعليقات. كان معكم دكتور محمد اليماني وقناتكم طبيب الاسره.